الشيخ. وربما بعض الناس يريد أن لا أدري ما هو الهدف من الترويج له ونشره في مقاطع معينة يتعلق بفناء النار. هل بالفعل هناك ما يؤكد أن النار تفنى؟ لا دليل على فناء النار، بل الأدلة تدل على خلاف في ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فمعنى ذلك هذا خلود مستمر. وقال: ولهم عذاب مقيم. مقيم بمعنى باقي. وقال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أكد هذا بذكر الخلد وبذكر التأبيد. وهذا بجانب ما بينه الله سبحانه وتعالى من كون هؤلاء يحرمون من الجنة. كم من نص قرآني يدل على حرمان من الجنة. الله سبحانه وتعالى يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأدلة الخلود كلها وتدل على بقاء النار واستمرارها. أما الحديث الذي روي يأتي على النار وقت تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد، هذا حديث أوله هو حديث أحادي، ثم مع أحادية فيه نكارة، ومع ذلك سنده لا يخلو من نقد. فلا يؤخذ بهذا وتترك الآيات الناصة على البقاء الأبدي لعذاب النار والعياذ بالله. نعم. وينبغي أن يتحول هذا الأسف على البشرية إلى عمل وجهد من أجل إصلاحهم وتوجيههم إلى الله. سماحة الشيخ،